الشناوي ايه؟ مفيش شاعر زي التاني ابدا. يعني كل شاعر له اسلوبه وتفكيره واتجاهه في حياته. وبعدين يعني كامل الشناوي الفرق بينه وبينه انه مثلا هو له اغاني، يعني قصائد غنيت، وانا ليا اعمال برضه غنيت سواء كانت قصائد او اغاني بالعاميه. لكن هو عمره ما فكر انه يكتب اغنيه، يكتب قصيده علشان تغنى، انما كان بيكتب القصيده وبعدين يسمعوها الناس منه فيشبطوا فيها، كان مثلا عبد الحليم ولا نجاة ولا عبد الوهاب ولا ام كلثوم. انا طبعا بحكم اني انا متفرغ اكتر منه لكتابة الاغنية، فكان بيجيني كتير ناس فيلم عايزين موقف معين حاجات كده، فطبعا ما بكتبش. يعني هو كان يعمل القصيدة بتاعته كان يكتبها لنفسه وبعدين الناس تغنيها او ياخدوها يغنوها. لكن انا احيانا بقى اكلف بمواقف معينة في فيلم او في مناسبة، بس ادي الفرق بينه وبينه. من هنا نقدر نقول ان الشاعر كامل الشناوي كان لشخصياته مميزات بينفرد بيها صبغة شعره. فايه هي اهم مميزات كامل الشناوي كشخصية؟ انت لو رتبتي القصائد اللي كتبها كامل الشناوي حسب تواريخها لا قدرتي تخرجي منها بقصص حبه على مدى السنين اللي عاشها. قد كده هو عاش قصص حب؟ ما فيش شك، ده حب، ده ما بكرهش ابدا. يعني كان بيقول ان في وهم اسمه الحب الاول. يعني بس هو اهو، يعني هو كان بيقول كده، لكن الحقيقة ان كامل الشناوي عمره ما حسيت انه بيكره حد. حتى فيه ناس كان لا يرضى عن تصرفاتهم وبيرحب بانهم يقعدوا معاه. وكنت اساله اقول له الله فلان ده انت يعني مش عاجبك في تصرفاته بتقعد معاه ليه؟ يقول لي انا كل ما بقعد مع واحد فيه انحطاط في خلقه بشعر بإنسانيتي.